مرحبا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفتي اليوم رح تكون الفروج المشوي بالفرن مع الخضرة بتتبيلة مميزة كتير، والسر اللي بيخلي الفروج يطلع طري ودايب وبيفك هيك لحاله. تابعوا الوصفة، يلا نشوف الطريقة والمكونات ونبلش. اول شي بدي احكي عن الفروج. وزنه 1800 جرام. قبل بليلة انا بالليل نقعته بلترين من المي وليمونة كاملة قطعتها شرايح، وفنجان قهوة خل ابيض، معلقتين كبار من الملح، وثلاث ورقات من الغار. نقعتن وغلفتن مليح وتركتهم بالبراد. اليوم الصبح غسلته مليح من اللزوم هاد وتركته لحتى يصفي. هلا بدنا نحضر للتتبيلة. بمحضر الطعام رح انزل حبة من البصل حجم صغير، سنين من الثوم، حبة بندورة حجم وسط، نص حبة من الفلفلة الحمراء تكون حلوة، حبة صغيرة من الفلفلة الخضراء حرة، ونص ليمونة مقطعيتها هيك شرايح بهذا الشكل. رح احطهم كلهم بمحضر الطعام. بعدين رح انزل 3 معالق كبار من اللبن، معلقة كبيرة من دبس الفلفلة، ربع كاسة من زيت الزيتون، و3 معالق كبار من الخل الأبيض، وعصير نص ليمونة. واخر شي رح نحط الملح والبهارات. عندي هون تشكيلة من البهارات، ان شاء الله رح اكتب لكم كل البهارات اللي حطيتها بصندوق الوصف. بنزلهم كلياتن. بعدين رح انعمهم لحتى ينعموا على الاخير قبل ما احطهم فوق الفروج. شايفين لازم ينعموا ويصيروا هيك ناعمات كتير مثل هيك، شايفين؟ هلأ رح افضي نص كمية الخلطة هاي فوق الفروج مثل ما عم تشوفوا، والنص التاني رح اتركه لحتى اتبل فيه الخضرة. رح ندعك الفروج بهاي التتبيلة كتير كتير مليح. بعدين رح نقلبه، ومن كل الاطراف ومن كل الجوانب هيك بنحاول نوزع التتبيلة عليه لحتى تتشرب حتى بقلب الجلد. شايفين؟ بحاول افوت من التتبيلة هاي. فيكن تخلوه الفروج منقوع بهاي التتبيلة من 4 ل6 ساعات، بيكون اطيب. كل ما تركتوه كل ما كان اطيب. شايفين؟ هيك صار تمام. هلأ رح احط الفروج بالصينية اللي بدي اشتغل فيها، اللي بدي افوتها على الفرن. هلأ رح احطه بقلب الصينية ورح اتركه على طرف. وبنفس الجاط اللي تبلت فيه الفروج رح اتبل الخضرة بنفس الجاط. شايفين؟ رح انزل الخضرة. انا عندي هون بطاطا صغيرة غسلتها مليح وتركتها بقشرة، وعندي زهرة وجزر وفليفلة حمراء، كلياتن غسلتن وقطعتن. بس البطاطا حبيت اخليها بقشرة، وحطيت حبة من الفليفلة الحرة الصغيرة. والباقي الخلطة اللي جهزتها قبل بوقت رح اضيفها فوق الخضرة، ورح اتبلن واقلبن هيك لحتى التتبيلة توصل لكل الخضرة. تقدروا تضيفوا اي نوع خضرة، تستبدلوا نوع وتحطوا نوع مثل ما انتم بتحبوا ومثل ما متوفر عندكم. بس انا هيك كان متوفر عندي، رح احط هدول مثل ما قلت لكم. اول شغلة رح اعملها، شوفوا الفروج شلون مفرود بعيدان خشب هيك. بثبت الجوانح هيك من الطرفين، بيكون شكلهم هيك احلى. شايفين؟ وكمان الفخاد رح اربطن هيك بخيط. وهلأ رح احط الخضرة حوالين الفروج، بوزعن هيك بهذا الشكل لحتى تخلص كل الخضرة مثل ما شايفين. اخر شي الخلطة اللي بتزيد معي بقلب الجاط بحط فوقن ربع كاسة من المي، بقلبن هيك شوي، برخين يعني، وراح اضيفهم فوق الخضرة بهذا الشكل، بس فوق الخضرة يعني. هيك صار تمام. اخر شي انا معي 50 جرام من الزبدة. راح احط الزبدة بقلب الجلد مثل ما شايفين. طلعوا شلون بيعطيها نكهة طيبة كتير وطراوة. بحطن هيك، وكمان اللي يضلوا بصير اقطعن هيك وفوق الفروج وفوق الخضرة بهذا الشكل. هيك بيكون صار جاهز. وبعد ما اخلص بدنا نغلف الصينية. انا رح اغلفه اول شي اول طبقة بورق زبدة، بليتهم بشوية مي، حطيت شوية مي عليه. بدي اغلف الصينية بهذا الشكل مثل ما عم تشوفوا. بعدين رح احط فوق ورق الزبدة ورق القصدير، كمان رح اغلف كل الصينية بورق القصدير. وهلأ بدي احكي لكم عن الفرن. بتحمل الفرن قبل بوقت،
وبتحطوا الصينية بالرف الوسط، بتخلوها 3/4 الساعة على حرارة 200، بعدين بتتركوها ساعة كاملة على حرارة 160، وآخر شي بتشيلوا ورق القصدير وبتشيلوا الزبدة، ورق الزبدة، وبتشغلوا عليهم الشواي من فوق لحتى ياخدوا لون ذهبي، اللون اللي انتو بتحبوه. وهلأ رح نفوت الصينية على الفرن. وهيك بعد ما طلع من الفرن شايفين طري كتير 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 ودايب ذوبان. هلا بفرجيكم. اول شي رح اقص الخيط اللي ربطت الفخاد فيه، شايفين من كتر ما انه طري. شوفوا شلون العظم عم بفك لحاله. النقع اللي قبل بنهار، الخليط اللي نقعت فيه الفروج قبل بنهار، هو اللي بيعطي الفروج طراوة بهذا الشكل، شايفين؟ وبيشيل كل الزفرة عنه. شوفوا شلون الجوانح شلون عم تنشال العظمة بكل سهولة. طري قد ما بتتخيلوا طري، طعمته والتتبيلة ولا أطيب من هيك. هلا رح أقطع من عند السفاين وأفرجيكم ياهن. شوفوا ما أحلاهن. الطريقة بتشهي، التتبيلة بتشهي، وخليط النقع أبدا لا تستغنوا عنه قبل بنهار لأنه بيعطي الطراوة ولا أطيب من هيك، وبيشيل الزفر كلياته من الفروج. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكم فيديو جديد. باي باي.